صباح الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده يوم جديد وتسليم جديد في مشروعنا، مشروع جاردن فيو. الارض هنا صالحه لكل انواع الزراعات، تقدر تزرع عليها اشجار مثمره، تزرع عليها جميع الخضروات والمحاصيل، اي نوع زراعه، وده لان درجه الملوحه هنا اقل من 400 جزء من المليون. ايه رايك يا باشمهندس يا دكتور محمد؟ رايك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ حضرتك ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكون بخير والله، ربنا يرضيك. يا رب تكون بخير دايما. الله انا كنت عايز بس اخد من حضرتك كام سؤال كده وجاوبني فيهم. يعني امر مشروع جاردن فيو ليه اخترته هو بالتحديد؟ والله بص على رسول الله، انا يعني انا لقيت ان هو اقرب حاجه بالنسبه لي والحاجه المناسبه بالنسبه لي. انا خارج بميتي بالظبط نص ساعه كنت هنا. انا قاعد فين؟ في الشيخ زايد. الشيخ زايد دي يعني يعتبر من هايبر 1. نص ساعه بالظبط، بس نص ساعه واكون هنا. رحت اتفرجت في الخطابه، ورحت دخلت رجوه جوه وعديت، رحت الريف. فبصراحه انا مرتاح نفسيا، حتى لما جيت هنا ارتحت مع الناس صاحبات المكان والناس اللي جابتني. راجل محترم طبعا اللي هو حضرتك، الله يكرمك. فده اللي شدني اكتر. واكتر حاجه شدتني بصراحه ان هو قريب من البيت. تمام. نص ساعه اجيب الاولاد واجي. قربه من البيت يعني. نص ساعه. عرفت ايه خططك للفتره الجايه بالنسبه للارض؟ ناوي تعمل فيها ايه؟ والله بص يا هندسه، واحنا اول في المقام الاول واخدينه ايه، رايحين فين؟ رايحين مزرعه، ابني حته بيت جميل كده للاولاد، وشويه قوط على شويه خضار على مش عارف ايه، خرمه الاولاد. لكن لسه ما استقرتش هعمل فيه ان شاء الله. بتوجيهات الشركه كانوا وجهوني لكذا حاجه، فان شاء الله باذن الله يعني. توجيهاتها بالنسبه للمجال الزراعي وبالنسبه مجال الزراعه هم رشحوا لي كل حاجه، اي يعني شاور يحلم واحنا نحقق بصراحه، من ناحيه الزراعه، من ناحيه الانتاج حيواني، من ناحيه اي حاجه. لذلك حتى لما بيقول لي السلك بتاع، قال لي يا باشا انت تقعد واللي انت عايزه تعمل. ففي راحه بصراحه ربنا ما وجدتهاش في اي مكان. طب يعني واجهتك اي مشكله في التسليم او خالص؟ اتعاقدت امتى؟ يوم ايه؟ اتعاقدت تقريبا من 4 ايام. 4 ايام. والمفاجاه بقى كانت بالنسبه لي ان انا قابلت صاحب الشركه اللي هو طلع يعني اخو اخويا اللي هو ده طبعا علم من اعلام مصر بصراحه يعني. والراجل قابلني احسن مقابله وبصراحه هو عدى بوقت كتير، ويا رب ينفذها. اكيد ان شاء الله باذن الله. هو حد محترم وحد جميل. اما بالنسبه للتسليم مفيش اي مشكله خالص، الناس كلها متعاونه معانا، واللي انا قلت عليه السلام مفيش اي مشكله خالص. باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق، ودعواتكم لينا ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يجعلها. ربنا يخليك يا عم محمد. ومش بس كده، لا انت كمان تقدر تبني الاستراحه الخاصه بيك على موقع مميز على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، اللي هتقضي فيها الوقت الجميل مع عيلتك واحبابك. الارض جاهزه والموقع جاهز، انت بقى جاهز؟